تتأثر به السهام، وكانوا المنافقين ماخذي إلهم حافز بحيث الجيش كان يفتر داير مدايره ومحاوطيه من كل مكان. فالإمام علي عليه السلام والجيش مالته شافوا إنه لازم يقضون على هذا الجمل، لأنه بس راح يقضون عليه راح يضعف جيشهم وراح تضعف العزيمة مالتهم. فانطلق الإمام الحسن عليه السلام بأمر من أمير المؤمنين إنه يروح يقتل هذا الجمل، وفعلا راح الإمام الحسن عليه السلام وطعن هذا الجمل وأسقطه. اكتب أنا طالب علي وابن أبي طالب، أنا اللي ينهي الحرب من ينزل يحارب. طبعا هسه راح تسألني تقول شنو ذنب الجمل؟ شوف، بعض الروايات تقول انه الامام علي عليه السلام وصف هذا الجمل بالشيطان، فقال اقتلوا هذا الجمل فانه شيطان. فمن اسقطوا الجمل انتهى جيش المنافقين وانتصر جيش الامام